مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم بالحلقه العاشره من سوالف بيبي، وتعالوا نشوف بيبي شو محضرت لنا اليوم. هلا بيبي، شلونك؟ هلا عيني، هلا حبيبي. شو محضرت لنا اليوم؟ اليوم عن المرأة العراقية، المراحل اللي مرت بها. نعم. سنة 1910 الزهاوي، جميل صدقي الزهاوي الشاعر، نشر قصيدة بجريدة مجلة المؤيد المصرية. نعم. وهاي يعني المجلة العنوان القصيدة هي أسفري. أسفري. كان الزهاوي والرصافي يطالبون يعني بالسفور، وكذلك بمصر كان مثلا لطفي السيد، وكان محمد عبده، وكان قاسم أمين والطهطاوي وغيرهم أيضا ينادون يعني بالسفور. بس هاي القصيدة مالت الزهاوي سنة 1910 أحدثت حراك شعبي كبير. نعم. طبعا يعني الفرد العراقي أكثرهم ما كانوا موافقين على السفور. مثلا الأستاذ القبنشي غنى أغنية مسجلة، يعني بنية بنت البيت قصت شعرها، على المودة تمشي دلوع عافت سترها. نعم. والمرحوم الملا عبود الكرخي في القصيدة هاي بنت الحمولة كشفت ذرعانها. نعم. قصت شعرها وقصرت فستانها، وصف على أهل العراق أصبحت من غير برقع سافرة نسوانها. فذولا كانوا ضد. لكن مع هذا نشوف القبنشي، المرحوم القبنشي والمرحوم الملا عبود الكرخي، ولو أنه ما كان يرضون بالسفور، لكن كان أغاني مثلا الأستاذ القبنشي غنى أغاني ينادي يعني يطالب بحقوق المرأة المظلومة، المرأة الفقيرة. نعم. المرأة يعني الفلاحة العاملة اللي ظالمها المجتمع. مثلا الأغنية مال اللي غناها القبنشي، أنا المضيليمة، أنا المسيتشينة، أنا الباعوني هلي بشعير والوعدة سنة. وكذلك أكو أغنية أخرى مال أنا الحديثة، أنا بنت الفقير، أهلي زوجوني الرجل شايب عليل، أنا بنت مكتب وبنت المدرسة، أقرأ حساب وكل علم وهندسة. نعم. فهاي يعني. وأما أكو قصيدة مشهورة للمرحوم الملا عبود الكرخي، المجرشة، وغناها أيضا القبنشي. المجرشة في قصيدة مشهورة، ذبيت روحي على الجرش وادري الجرش يا ذي ساعة وكسر المجرشة وانعلب راعيها. حتى هاي القصيدة دزلة الشاعر الكبير أحمد شوقي، دزلة للملا عبود الكرخي، قال له يا أستاذ ده عتاب شريف مع الرب يا أستاذ. يعني ينادون كانوا يعني حقوق المرأة المظلومة. نشوف أول يعني قلنا أنه نادى الزهاوي والرصافي بالسفور وبمصر، لكن هو شنو فائدة رفع البرقع إذا العقل مسدود؟ يعني تحرير المرأة وتثقيفها، هو هذا اللي يحرر المرأة، تثقيف المرأة. كتبت المحامية المرحومة صبيحة الشيخ أحمد الداود، وهي أول يعني محامية عراقية تخرجت من كلية الحقوق، كتبت في كتابها أول الطريق، قالت أول شيخ معمم يعني من النجف نادى بتثقيف المرأة هو المرحوم الشيخ يعني الكبير حسين النعيمي. هو نادى قال لا سبيل إلى نهضة العراق إلا بتعليم المرأة، ولا سبيل إلى تحرير المرأة من العقائد يعني والبالية إلا بتثقيفها بتعليمها. فهذا يعني المهم. عندنا كليات كانت
يعني بالأربعينات. بالأربعينات تخرجوا طبيبات تصور، وباقي الكليات هي مختلطة، كانت كلية الحقوق وكلية التجارة يسموها، وكلية الصيدلة وكلية الطب ودار المعلمين عالية اللي اسمها كلية التربية. فكانت مختلطة، وكانت يعني المرأة قبل ما تدخل الكلية تلبس عباية وبوشي، يعني بالأربعينات فتاة تلبس عباية وبوشي، ومن تدخل يعني للكلية تدخل تنزع البوشي وتبقى بالعباءة بالقاعة الجامعية، يعني بالقاعة المحاضرات. بعدين ورا يعني بنقدر نقول بال45 بدا السفور. عندنا اكو عوائل كانت عراقيه يعني ما تقبل بناتها يدخلون مختلط، لان قلنا الكليات كلها مختلط كانت. فبإعاز من جلاله الملكه المرحومه الملكه عاليه ام الملك الشهيد فيصل الثاني، يعني اقترحت ان تصير كليه بس للبنات، وهي كليه الملكه عاليه. وكانت العميده مالت الكليه ست أمل سعيد، وهي مربيه فاضله. أتذكر أول دفعة تخرجوا من كلية الملكة عالية سنة 48، وكانت أختي وياهم. أختي فرع الكيمياء كانت تخرجت هاي 48. كلية تحمل بكالوريوس، كانت فروعها الكيمياء والفيزياء والرياضيات والاجتماعيات واللغة العربية. أتذكر ب 48 الأولى كانت على كلية يعني فرع الكيمياء كلية الملكة عالية هي فهيمة عزرة، وهي يهودية. وأخت فهيمة عزرة كانت صبيحة عزرة، تخرجت من فرع اللغة العربية وكانت شاعرة، وتعينوا يعني مدارس حكومية مثل باقي البنات. نعم. عندنا يعني المرأة العراقية كانت يعني مثل حتى هسه بالوقت الحاضر فلاحة وعاملة. حتى يعني ملا عبود الكرخي بالعشرينات يعني طلع فت قصيدة. هو زار البصرة وزار العمارة بالعشرينات. فالقصيدة تقول: يحق لي أن أكسر العبرة بصدري وكذب أنا الحسرة، من شفت حالة البصرة. المرة فوق الراس تحمل طين، والأخرى تحمل، والثالثة أكوام زبل تحمل من البلدية، والرابعة تجر السفينة، والخامسة تشتغل الماكينة. فهاي الظواهر اللي قالها يعني بالعشرينات الملا عبود الكرخي موجودة الآن، موجودة يعني. نعم. موجودة بالبصرة، موجودة بالعمارة. أنا بالعمارة بالأربعينات كان بيهم عادة يعني المرأة تبيع حطب بالليل. نشوفها يعني المرأة بالليل وإحنا نايمين، يعني أنا أسمع بكاء طفل، شايلة طفلها بعباءة، مسوية العباءة مثل المهد بركبتها، وشايلة الكارة مع الحطب فوق راسها، وتفتر بالليل يعني بذاك الشتاء تبيع الحطب. فيعني حتى كنت اسمع، يعني انا طفله اسمع الناس يحكون يقولون: شوفي المسكينه تفتر بهالبرد بهالمطر والرجال نايم. فنمط حياتها هذا يعني اكو، خاصه يم الاهوار عشائر يعني من الاعراب. دول هاي العشائر يعني الرجل ما يشتغل، المراه بس تشتغل. هذا نمط حياتهم هالشكل. أما قضية تحمل أكوام زبل من البلدية، هذا 2006 أنا شفته بغداد، شوارع بغداد، مرة لافة على نفسها العباية مالتها وتلم زبل من الشوارع. أما قضية تشغل السفينة وتجر السفينة وتشغل الماكينة موجودة هذه يعني بضواحي البصرة أو بالمدينة أو بالعمارة بالناصرية. احنا المناطق كلها أهوار، ونمط الحياة مالت المرأة قسم يعني بالأهوار، مو كل الأهوار ولا كل يعني العشائر، أنه المرأة تشتغل، الرجل ما يشتغل قاعد، والمرأة هي تشتغل. نعم. عندنا أول يعني خلع صار بالإسلام
صار زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حبيبة بنت سهل راحت عليه تريد تتطلق من زوجها ثابت بن قيس. فقالت لي يا رسول الله هذا يعني يعتدي علي بالضرب ويضربني وبخيل علي، يعني ما يصرف علي وأنا أريد أطلق. قال لها أنت مستعدة تتنازلين عن مهرك؟ مهرها هو حديقة وبها نخلة. قالت لا أنا مستعدة أن أتنازل عن الحديقة وعن النخلة. فتنازلت وصار الطلاق. بعدين ثابت بن قيس راح للرسول قال له يا رسول الله هل أنت راضي عن هذا الحكم؟ قال له أنا راضي طالما أنت استلمت الحديقة وبها النخلة. فالخلع إذا موجود يعني بالإسلام، أنه المرأة حتى تتمتع بالخلع لازم ترضي الرجل، يعني تعطيه فلوس هي أو ولي أمرها. موجود بالإسلام، بس كانت التقاليد تمنع عندنا بالعراق ما نستعمله. بس أنا يعني خلال 10 سنين سمعت أكو نساء يعني استعملوا حقهم بالخلع. نعم. وعندنا يعني بمصر المرأة نادت يعني بالخلع. مثلا تذكرون أنتم فيلم فات الحمامة أريد حلا. فهسه الآن المرأة المصرية هم عندها يعني تقدر بطريقة الخلع تتطلق. عندنا أول وزيرة عراقية يعني على مستوى الوطن العربي هي الدكتورة نزيهة الدليمي من 58 إلى 62. سنة 1945 أسست المرحومة آسيا توفيق وهبي أسست الاتحاد النسائي العراقي. والاتحاد النسائي العراقي كان يعني كان عنده مواقف وطنية. مثلا في حرب فلسطين كنا نروح، احنا كنا طالبات، احنا كنا يعني بالمتوسطة، كنا نروح هناك نلف يعني باكيتات حلويات حتى تدز للجبهة الفلسطين يعني. وكنا كذلك اكو مكائن يخيطون ملابس ويدزوها للجبهة، هاي الاتحاد النسائي بالوزيرية. واحيانا يعطونا ملابس يعني الملابس احنا نتقلها بالبيت ونوديها. بولينا حسون سنة 1923 طلعت أول مجلة نسائية ليلى، وهي تنادي بحقوق المرأة. انتهى حديثنا. أولادي أحفادي عن المرأة. إن شاء الله عجبتكم الحلقة، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم. شباب، قبل أن ننهي الحلقة أريد أسألكم سؤال بموافقة بيبيتي. طبعا سوالف بيبيتي كلش حلوة وتونس، والصراحة أني ما أشبع من عدها، وأكيد انتم همينة ما تشبعون من عدها. فنريد نطلب من بيبيتي طلب انه هل يعني تقبلين انه نزيد طول الحلقة، نخليها بدل الربع ساعة مثلا ثلث ساعة هي؟ والله أنا أخليها للمشاهدين. إذا أولادي وأحفادي يريدوني أحكي أكثر من ربع ساعة أنا مستعدة أحكي. تمام شباب، هسه اعطونا تعليقاتكم يعني اعطونا آرائكم بالتعليقات، قولوا لنا تريدون نطول هاي الحلقة لو طولها هسه حاليا مناسب. ننتظر الردود بالحلقة القادمة إن شاء الله. مع السلامة.